السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة 12 يوليو 2025. الفيديو ده هتكلم فيه على مجموعة بسيطة من الأسهم، حوالي 6 أسهم، والمجموعة دي بناء على طلبات حضراتكم. وهنبدأ بي انفستمنت القبضة. طيب السهم هنقول طلع من يوم 9/4 من حوالي 20 جنيه، وصل لحد 40 جنيه فلات وبيجني أرباح. السهم سلبي على المؤشرات، سهم سلبي على بعض المؤشرات. عندنا النقطة دي 50% فيبوناتشي عند 30 جنيه، وآخر جلسة هو آخر جلسة فتح 30 جنيه وطلع لحد 30 جنيه 48، وقفل عند 30 جنيه برضو، وكان اللو بتاعه 29.73. طيب أنا هاخد النقطة بتاعت 30 جنيه فلات دي وقف خسارة. نقطة 30 جنيه وقف خسارة. فهل كسر 30 جنيه هيبقى الدعم الذي يليه 27.70. طيب 27 هنا 70، وهنا 30 جنيه دي وقف خسارة. يبقى 30 جنيه دي وقف خسارة، نكبرها كده عشان ناخد بالنا منها. بالنسبة للمقاومات، وعنده هنا مقاومة نسبة فيبوناتشي في 32 جنيه ونص. طبعا المؤشرات هنا سلبية، الماكد مش عاطي أي إشارة، الموفينج افريج مش عاطي. الار اس اي بيقول لك ايه؟ نتجنب الشراء فيه. طيب بعد بي انفستمنت ممكن نشوف السعيد العامة المقاولات. سعيد العامة المقاولات اللو جنيه وقرشين، وقفل جنيه 3. عندنا دعم هنا جنيه وقرش، وعندنا هنا أكتر من مقاومة في الحتة دي، مقاومة خط الترند ومقاومة عرضية حوالين الجنيه وخمس قروش. في حالة خط الجنيه وخمس قروش المقاومة التي تليها جنيه و11. طيب دعمنا ايه؟ جنيه أو حوالين الجنيه، جنيه وقرش. كسر الجنيه وقرش عندنا هنا الذي يليه 96 قرش. وكان في نقطة كده محددينها من فترة كبيرة عند ال85 قرش. ال85 قرش دي كنا محددينها في شهر 2 اللي فات. هو جابها، وصل ل85 قرش في 22/6/25، ولف منها وطلع. يبقى عندنا هنا المنطقة دي منطقة مقاومات حوالين جنيه وخمس قروش، دعم جنيه حرك في الحتة الضيقة دي، كسرها يجيبنا 96 قرش. النقطة الذهبية بتاعتنا دلوقتي 85 قرش، والنقطة دي بعيدة في الوقت الحالي. طيب. على المدى القصير جنيه 5 جنيه 6 دي مقاومة، الدعم جنيه وقرش، تخطيه يبقى جنيه و11. نشوف سبيد ميديكال.
سبين ميديكال واقف على دعم مهم. ال 34 قرش و5 مليم، ده دعم مهم جدا واقف عليه. 34 قرش و5 مليم. هو جاء في آخر جلسة فتح 35 وطلع لحد 35 و2 مليم، طلع حاجة بسيطة ونزل جاب 34.6 وقفل 34.7 بتنفيذ 10 مليون سهم. هيبقى الدعم الهام بتاعنا ما يكسرهوش، وكسر وقف خسارة 34 ونص. اختراق او الثبات فوق 36 قرش هيبقى فيه اهداف فوق عند ال 377 ثم 388. على المدى المتوسط فهو في قاع. يبقى نخلي بالنا من ال 34 قرش و5 مليم، ما يكسرهاش بينا. كسرها نبص بقى للدعم تحت ونحدثه وقتها. السهم طول ما هو شغال فوق الخط الدعم ده فهو ايجابي. في الاسماعيلية جديدة برضو نبص عليها. شوف اطلس الاول. اطلس في اب ترند، حاليا واقف على دعم 194 شمعة سلبية، لكن واقف على دعم ما يكسرش بينا. كسر ال 194 وقف خسارة. طب الثبات فوق منها واشتغل فوق منها، هيبقى عندنا الاتنين، بنقول 2.5 او حوالين 2.5. اشتغل فوق ال 2.5 يبقى عندنا 2.25. لكن كسر ال 194 نروح نغطي الفجوة دي. الفجوة دي عند ال 180 قرش، عند ال 180 قرش. يبقى دعمنا ال 180 قرش حال كسر ال 196. شوف الإسماعيلية. إسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، شغال تحت خط الترند ده، فكونه شغال تحت منه فهو سلبي. الإيجابية لما يشتغل فوق منه. دلوقتي احنا عندنا دعم 25 جنيه و80 قرش. المقاومة بتاعتنا في هنا نسبة فيبوناتشي، شوف هنا خط ترند حوالين 27.60. اشتغل فوق 27.60 تبتدي يتحول للإيجابية. وعندنا التلاتة وعشرين 22 تعتبر دي نقطة شراء ودعم مهم. 23، لكن هو دلوقتي قافل 26.79. هكتفي بالمجموعة دي في الفيديو ده، فيديو صغير قبل جلسة الحد. وأي حد ليه أي استفسار ياريت تسيبولي في الكومنت، نعلق عليه في الفيديو الجاي. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.